هنخلط الألوان مع بعض. الأول هنحط الأبيض وبعد كده الأحمر وبعد كده الأصفر والأخضر. الألوان الموجودة في اللوحة هناخدها عشان نحط التاتش بتاعي، ونرجع بقى هنا كده ايه في اللوحة. وهنا كانت أكتر حاجة جريئة أنا عملتها في حياتي، وهنا قررت إن أنا أتصرف. رحت نازل عند محل بتاع المنظفات واشتريت مقشة جديدة وقلت إن أنا أتصرف. قلت بقى أفضل أدعك الألوان دي ببعض وأسيحها في بعض. طبعا بقى ايه معرفتش. وهنا بقى اللحظة اللي أنا كنت ندمان فيها على الخطوة ديت. ابتديت بقى إن أرسم الخطوط تاني من الأول وأراجع تاني الخطوط نفسها زي ما هي، ودي كانت النتيجة. وهنا آخر 5 دقايق من تفنيش فضلت أراجع بقى أشوف لو في حاجة تاني محتاجة ألقطها، أراجع في حاجة نسيتها مثلا. فضلت أراجع اللوحة واحدة واحدة، وفضلت أراجع وأشوف لو ناسي حاجة معملتهاش أو لون محتاج إن أزهيه. حابب أشرح ليكوا أهمية اللوحات التجريدي ومهمتها في تغيير المود، لأنها بتساعدك في التأمل وبتخليك تخش جوه تفاصيل اللوحة وتفضل تسأل ليه الخط ده أزرق، ليه الخط ده أحمر، ليه مش أسود، ليه مش أخضر. فهتقعد تسرح مع تفاصيل اللوحة وبتنسى أي حاجة كانت مضايقاك. أنا عن نفسي كرسام لما بتفرج على لوحة زي كده أو لما برسم بنسى أي حاجة كانت مضايقاني. أوقات كتير بيقدروا يحللوا شخصية الإنسان من الحاجة اللي هو بيرسمها. فاللوحات التجريدي بتلعب دور مهم في حياة الإنسان. انت لما بتبص على لوحة زي كده بتحس إنك انت مبسوط. وهنا آخر 5 ثواني، ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات.